السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حسيت بصداع في راسك بتاخد مسكن معين وبعدها بشوية بيبدأ الوجع يخف، ولو حسيت بوجع في رجلك وخدت مسكن من نوع تاني هتلاقي برضو الوجع بدأ يقل، وهكذا الحال لو حسيت بوجع في ظهرك وخدت له مسكن برضو هتلاقي الوجع بيروح. والسؤال اللي بيجي في ذهن الناس هنا هو ازاي البرشام بيعرف مكان الوجع وبيروح له؟ والسؤال اللي هنحاول نجاوب عليه في الحلقة دي هو ازاي البرشامة بتعرف مكان الوجع وبتعالجه. على عكس ما احنا فاهمين ان البرشامه بتعرف مكان الوجع وبتروح له، فالبرشامه مش حبه سحريه بتروح مباشره للمكان اللي مسبب لك الالم. البرشامه بتلف في كل مكان في جسمك لحد ما تلاقي مكان الالم، والسبب في كده ان البرشامه ما عندهاش اي فكره هي بتبقى رايحه فين لما الانسان بيتناولها. فهل انت مثلا لما بتاخد البرشامه بتقول لها الوجع في رجلي روح عليه؟ اكيد لا طبعا. ولكن اللي بيحصل ان لما خلايا جسمك بتتعرض للاصابه او التلف فانها بتطلق ماده كيميائيه تسمى البروستاجلاندين، والماده دي هي كلمه السر في الموضوع كله، لان كل حته في جسمنا في نهايات عصبيه، والنهايات العصبيه دي حساسه جدا تجاه ماده البروستاجلاندين، واول ما تحس بيها على طول بتبعت اشاره للمخ عن طريق الجهاز العصبي تقول له بمكان ومقدار الالم في حته معينه في الجسم. فانت بمجرد ما بتاخد البرشامه بتروح للمعده ومنها الامعاء وبعد كده الكبد، وبعد كده بيتم امتصاصه في الدم، وبمجرد دخوله في الدم بيتنقل المسكن في جميع انحاء جسمك بالكامل. وهنا بقى بيجي دور مسكنات الالم اللي موجوده في جميع انحاء جسمك زي ما قلنا من شويه، انها بتمنع الخلايا المصابه من افراز البروستاجلاندين، واللي بدوره بتوقف الجهاز العصبي عن ارسال رسائل الالم للمخ، ونتيجه لكده بتوقف الاحساس بالالم. بس كده، اهي سهله اهي. يا رب يكون عجبكم المحتوى، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم.